الملوخيه ما شاء الله ما سقطتش ولا اي حاجه. بصوا عامله ازاي، حلوه قوي. تعالوا بقى ندوقها كده مع بعض. بصوا تقيله ازاي وعامله عرق ازاي. بسم الله. طعمها حلو قوي. وده برضو تفتيل انا عاملاه في البيت، او بتسموه مخروطه، او في ناس بتسميه كسكسي على حسب. ولو حابه تعمليه بسكر حلو قوي، ولا في ريحه التلاجة ولا. وطبعا البتنجان المخلل الجميل كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا مساء العسل على أحلى متابعين. أنا إن شاء الله هعمل النهاردة ملوخية خضراء. أنا لما باجي أقطف الملوخية باخد حتة كده من العود بتاعها، عشان برضو تربط الملوخية ويبقى فيها عرق كده اهي. باخد الحتة اللي هي دي، باخد حتة من العود. وبرضو بقوم مقطعة، بحط فيها توم. توم كده سليم يتخرط مع الملوخية. وبقوم مقطعة فيها برضو قرنين شطة. هي الشطة دي مش حراقة على فكرة، بس بتدي طعم. والثوم ده برضو بحطه كده سليم بيتخرط مع الملوخية. انتي بقى حابة تخرطيها في الكبة بتبقى جميلة، برضو في المخرطة برضو بتبقى احلى واحلى. خلصت الملوخيه اهي خرطتها كده. ده القوام بتاعها المطلوب، ان هي تبقى نعمية، تبقى ناعمه كده. تتنكي تخرطي فيها رايح جاي كده لحد ما تبقى بالقوام ده. وقرن الشطه اللي انا عملته معاها والثوم اما اتهرس فيها وتخرط معاها بيخليها طعمها حلو قوي اهو. هبتدي بقى اعملها على البوتاجاز اوريها لكم. وتوم بقى طبعا عشان الطشه بتاعتها، وكزبره وكمون. معايا شوربه اهي بتغلي على البوتاجاز. بس لما تيجي تعملي بصوا كميه الشوربه قد ايه. انا عامله شويه شوربه صغيرين، وبعد كده ازود بقى براحتي. اقدر اتحكم ان انا ازود او انقص، لكن لو الشوربه كتير مش هنعرف نتصرف. لكن لما تبقى قليله واحنا نزود شوربه يبقى كده احلى. الشوربه بتغلي اهي. هبتدي انزل بقى بالملوخيه شويه بشويه كده، واقلبها بقى كده كويس. انت حابه تضربها بالكبه برضو بتبقى جميله. هبتدي بقى عقبال ما الملوخيه تفك مع بعضها كده، هبتدي اعمل الطشه بتاعتها. دي معلقه سمنه اهي هحمر فيها الثوم. هبتدي بقى اشوف قوام الملوخيه اذا كان محتاج تاني او لا. هي طبعا باينه معايا ان هي تقيله اهي، محتاجه ان هي تزود شوربه. التوم الجديد ده طلع برضو يا بنات ريحته حلوه قوي. لو انت هتحطي منه فصين، عايزه اقول لكم ان هو بيبقى زي ما تكون حاطه راس من التوم القديم. هنزل لكم ان شاء الله طريقه تخزين التوم قريب. التوم طبعا عايزه تدقيه بالهون براحتك، تدقيه تعمليه في الكبه برضو براحتك. تفرميه بالهرسه دي برضو حلوه قوي، انا هرسه بيه. لكن لما بيبقى بقى في الفريزر وبيبقى متخزن كده وتاخدي المعلقه بيبقى طبعا اسهل بكتير. كده التوم اهي بدأ يصفر، شايفين اللون بتاعه. هنزل بقى بالكزبره الناشفه وبالكمون. هبتدي بقى انزل بالطشه كده، ريحتها حلوه قوي. بس انا خلاص كده طفيت عن الملوخيه. بصوا الملوخيه عامله ازاي، شايفين فيها عرق ازاي اهي ما شاء الله. برضو الفلفل اللي انا عملته معاها والثوم الني حلو قوي.
احنا بنحبها بالقوام ده، انت حابه تقليها بقى تخففيها على حسب راحتك. اعمل معاها شويه بتنجان مخلل. مينفعش ان الملوخيه تغطيها، لان لو غطيتيها وشها هيسقط. لو غطيتي الملوخيه هتسقط منك، الشوربه هتطلع فوق والملوخيه هترقد تحت، يبقى كده انت بوظت الملوخيه. هي ما ينفعش تتغطى. لو انت عندك غطا سلك اللي هو بتاع الزيت والتحمير ده، غطي بيه، لكن الملوخيه ما ينفعش ان هي تتغطى. هعمل بقى معاكم شويه بتنجان برضو مخلل كده سريع. انا قطعت اهو البتنجان، انا على فكره بسيبه بقشره لان القشر ده اصلا برضو فيه قيمه غذائيه. بصوا الزيت بقى اللي انا هحمر فيه البتنجان شويه صغيرين خالص في ارضيه الطاسه، وهيتحمروا وهيبقوا زي الفل. بصوا برضو السكاكين اللي هي المشرشبه دي، انا حبيت برضو اقول لكم عليها، حلوه قوي جميله. انا دي معايا بقالها مثلا 5 سنين ولا 6 سنين، انا مسنتهاش ولا مره. احلى من السكاكين، احلى من السكاكين اللي هي العاديه القديمه بتاع زمان. دي بص سنتها يجي 100 مره وبرده متلمه ورخمه. دي بقى خفيفه في الايد وجميله قوي. حبيت برده اقول المعلومه عشان لو حد عايز مش عارفها. شايفين لون البتنجان حلو واللون الذهبي جميل ازاي؟ ما تقرصوش عليه برده في السوا يا بنات، خلي بالكم. هو بينقلي برده في الزيت، انا حطيت عليه رشه ملح عشان ما يشربش زيت. تعالوا بقى نعمل الدقه بتاع البتنجان المخلل. معايا 4 فصوص توم، معايا قرن شطه، معايا دي نص طماطميه كبيره، انت ممكن تحطي طماطميه صغيره. اول حاجه هنزل بالثوم. الثوم يتفرم في الكبه قبل ما تحطي فيه اي حاجه عشان ينفرم كويس. ننزل بالطماطم وبالفلفل، ومعايا نص ليمونه، دي كزبره على شبت هاخد كده شويه صغيرين منها. توابل نص معلقه ملح، اقل من نص كده بشويه. ربع معلقه فلفل اسود مجروش، ربع معلقه كمون، ربع معلقه شطه، دي اختياري. الدقه اللي انا هعمل بقى البتنجان انا زودت برضو قرن فلفل حلو. هبتدي احط كده كزبره هنا في الارضيه. برضو بقوم حاطه طبقه بتنجان كده، واقوم حاطه عليها طبقه من الحاجات اللي انا عاملاها في الكبه دي. خلصت بقى البتنجان المخلل اهو. جامد قوي، حلو قوي، جربوه. حطوا عليه الطماطم اللي انا بقول لكم عليها دي، بتنقله في حته تانية. حلو قوي. هركنه بقى كده. خلصت الاكل اهو، طعمها حلو قوي. وده برضو تفتيل انا عاملاه في البيت، او بتسموه مخروطه، او في ناس بتسميه كسكسي على حسب. ده انا كنت عاملاه قبل رمضان. بقوم جايبه مثلا 2 كيلو او 3 كيلو دقيق، واقوم مفرزاه، وكل كيس على قد الاكله كده، وبطلع وبحطه في الفريزر واطلع منه واحمره بمعلقه سمنه او زبده ورشه ملح وشويه كمون، وبيبقى جاهز معايا في خلال دقيقتين 3. وبرده لو حابه تعمليه بسكر حلو قوي، ولا في ريحه التلاجة ولا اي حاجه. حابين الطريقه قولولي في الكومنتات وانا انزل لكم الطريقه اعمله معاكم في القناه. مش بحط عليه شوربه ولا اي حاجه، بناكله بقى بحط الشوربه كده، واللي عايز يحط الشوربه قدامه. والملوخيه بجد حلوه قوي. كزبره مع كمون اما بيتحمروا في التوم بيدوا طعم تاني خالص، بجد خطيره. جربوها بقى بطريقتي، وبرده ابقى انزل لكم قريب ان شاء الله تفريز الملوخيه. جربوا بقى الحاجات الجميله دي، ولو عجبتكم الوصفه لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله في فيديو جديد.